اليوم العظيم هذا يوم عرفة، فيه موسم لله تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر الزلات، ويباهي الله الملائكة بأهل عرفات. يوم عظم الله أمره ورفع قدره، فيه مغفرة عظيمة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض من يوم عرفة. هذا اليوم يوم عيد في الحقيقة، وقد جاء في الحديث: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، رواه الترمذي. من فضائل هذا اليوم أنه أقسم الله به، والله لا يقسم إلا بعظيم، وهو اليوم المشهود الذي ذكره ربنا في كتابه، ذكر الشاهد والمشهود وأقسم بهما. اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، كما رواه الترمذي. يتأكد صيام هذا اليوم العظيم على أهل البلدان. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. فما بالك يا مسلم بصيام يوم واحد يكفر الله به سنتين، سنة مضت وسنة ستأتي. عرفة هذا اليوم التاسع، هنيئا لمن صامه، والصيام بنية من الليل يا عباد الله حتى يكتمل الأجر. النية من الليل الآن، الصيام للغد. العمر يولي، الأنفاس معدودة، الأعمار محدودة، المؤمن يبادر إلى اغتنام المواسم. هذا موسم عظيم وسوق كبير للإيمان والدين والمغفرة والرحمة. هذا الصيام لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرب بعرفة، والناس ينظرون إليه لأجل أن يتقوى على الذكر والدعاء عشية عرفة، لأنه ذهب إلى الصخرات في أسفل الجبل بعد ما صلى الظهر والعصر مباشرة جمع تقديم، ووقف إلى المغرب، يعني ساعات، وهذه تحتاج إلى جهد. أفطر يوم عرفة. ويكفي الحاج فضلا أنه في الحج، فلا يحتاج إلى صيام هذا اليوم، عنده فضائل أخرى كثيرة عظيمة. أهل البلدان عندهم صيام عرفة، وعندهم الأضحية، وعندهم الأعمال في العشر، وسنأتي على التكبير المطلق والتكبير المقيد. هذا اليوم يحرم صوم ما بعده وهو يوم العيد، ويحرم صوم أيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد الهدي، والله يحكم ما يشاء ويختار ما يشاء. ولا بأس للمسافر غير الحاج أن يصوم عرفة ما لم يشق عليه. ومن منعه العذر من صيام عرفة كالمريض والحائض والمرضع وكان من عادته صيامه فإن له الأجر بنيته. وتمام الأجر النية والسحور، النية من الليل والسحور. وكان الصحابة يحرصون على تصويم أطفالهم مثل هذه الأيام العظيمة، وكذلك كان السلف يأمرون بإيقاظ الخدم. وهذا الفضل العظيم في هذا اليوم العظيم، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. والحديث رواه أبو يعلى وحديث صحيح. كيف يطمع في العتق من النار من هو مصر على الكبائر والأوزار؟ كيف يرجو المغفرة؟ كيف يرجو المغفرة من الله
من يبارزه بالمعاصي في هذا اليوم أو في غيره الإكثار من التهليل بدل من انشغال اللسان بالقيل والقال. التسبيح، التحميد، التكبير، أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إليه من الأموال ومما في الدنيا من القصور والمراكب وغيرها، والحديث رواه مسلم. هؤلاء الكلمات الباقيات الصالحات التي ذكرها الله في كتابه خير ثوابا عند الله وخير أملا عند الله. وكذلك يكثر المسلم من الدعاء بالمغفرة والعتق، فالمغفرة ليست فقط للحجاج في يوم عرفة بل حتى لأهل البلدان. ومن السنن العظيمة التهليل فيه، أعظم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. العتق من النار عام. يقول ابن عرفة من وقف، يقول ابن رجب رحمه الله: من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار إن العتق لهم جميعا. فهنيئا للمسلمين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. الشمس ستطلع النهار القادم في الصباح القادم على يوم عظيم من أيام الله، منة لله عظيمة. هل يوجد عند اليهود مثله؟ هل يوجد عند النصارى مثله؟ هل يوجد عند البوذيين مثله؟ هل يوجد مثله عند الهندوس وعند الكفرة؟ والله إننا في خير عظيم. لو عرفوا ما نحن فيه من الخير العظيم لكان لنا ولهم، لكان لهم شأن، ولكنهم في غفلة، في غفلة. هذا الفضل، هذا الخير يحتاج إلى اغتنام. ومن تمنى الحج فحبسه العذر فليبشر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم بحقه لله الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله الذي قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لكونه منه بعيد فليقصد رب البيت الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا اليوم يوم عرفة ماذا نفعل فيه؟ ما هي آدابه وأحكامه؟ ما هي وظائفه وأعماله؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. ففضل عرفة لمن كان في عرفة وفي باقي البلدان، والتهليل هذا للجميع، والدعاء عام للجميع. فينبغي أن نستفرغ الوسع وأن نستنفر ونعلن حالة الطوارئ في البيوت في قدوم الضيف يوم عرفة وما بعده من أيام الله العظيمة. ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وهذا الصيام مع هذا التهليل مع هذه الأذكار مع هذه الأدعية. الله كريم، الله لا يرد السائلين، فلنتوجه إلى الله ولنعلم أنفسنا وأولادنا حق الله